تخيل انك عندك مشروع وبتحلم تشوفه بيكبر كل يوم زي اي حد، بس مش عارف تبدأ منين او ازاي توصل للنجاح والشهرة اللي انت عايزها. فالنهارده هوضح لك اهم 5 نصايح هتغير حياتك المهنية وتخلي مشروعك ينجح. تعالوا يلا نعرف. واحد، القيمة قبل كل شيء. اول سؤال لازم تسأله لنفسك: ايه القيمة اللي بقدمها للناس او لعملائي؟ لو منتجك او خدمتك ما بتقدمش قيمة للناس يبقى لازم تعيد حساباتك، لان الناس دايما بتدور على القيمة. فخليك مميز، ما تبقاش زي اي حد، او مشروعك او خدمتك او منتجك يكون عادي زيك زي اي حد. اتنين، احكي قصتك صح. المنتج لوحده مش كفايه، الناس بتحب تشتري حكايات، بتشتري القصص اكتر من المنتجات والخدمات. فخلي قصتك ورا البراند بتاعك تلهم الناس وتشد انتباههم وتجذبهم. ثلاثة، اعرف جمهورك الحقيقي. مش كل الناس هتحب اللي انت بتقدمه، وده طبيعي جدا. ركز جهدك على الفئه اللي فعلا هتقدر القيمه اللي انت بتقدمها لهم وهتحتاج منتجك او خدمتك. أربعة، الربح لازم يكون في الصوره. يعني ايه؟ البراند مهم جدا، لكن في النهايه لازم تكون بتكسب عشان مشروعك يستمر. ما تركزش على البراند وخلاص. انت هتطلب مده معينه، سنه سنتين، ببني فيهم البراند. مش تقعد 5 سنين تقول براند او 10 سنين وانت ما بتكسبش. فخطط صح وتاكد انك بتحقق الربح اللي يضمن استمراريه مشروعك. خمسة، الصبر والتعليم هم اساس النجاح. مفيش طريق للنجاح سهل ومستقيم، هيبقى فيه تحديات ومواقف صعبه ومشاكل، لكن كل مره هتتعلم منها هتزيد خبرتك وهيتطور مشروعك. فخليك صبور ومستمر في تعليم وتطوير. الخلاصه: ابدا دلوقتي وافتكر النجاح بيبدا بخطوه. ولو عايز تنجح مشروعك فركز على الخطوات دي، وصدقني هتلاقي نتائج مختلفه بعد كده او بعد فتره معينه. لو عجبك الفيديو شاركنا في الكومنتات ايه اكتر نصيحه من ال5 نصايح دول اثرت فيك، وما تنساش اللايك والشير وتدعمنا على القناه والصلاه على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.